السلام عليكم شبابنا، يا رب تكونوا بخير وسلامة. اليوم عندنا شرح إصلاح مشكلة موت الجهاز بلاي ستيشن 3، بحيث يقوم لا يدخل وضع الريكفر مود. وأكثر هاي المشاكل تحدث بسبب إنه أنت تهكر الجهاز، تسوي جيرو بريك وتنزل له تحديث أصلي فيضرب، أو السبب الآخر إنه أنت مهكر الجهاز أو تريد تحدث الجهاز تصفي الكهرباء عليه. وبما نعرف إنه ما شاء الله على شركة بلاي ستيشن العدو اللدود مالت الكهرباء إذا طفت ودع تضرب ملفات دائما. فالحل لهاي المشكلة أخواننا الأعزاء هي كالآتي. طبعا أخوان نكمل الشرح. طبعا أكو عدة أشياء نحتاج كم. هذا الكم مال هارد. هذا الكم يجي اثنين طرق، يا أما إذا عندك هارد كبير تحتاج لك أدابتر شاحنة 5 فولت، أو على الهارد العادي يشتغل على اللابتوب الحاسوب العادي هاي الصغير. هاي الأدابتر 5 فولت. إذا عندك بي سي فما يحتاج تجميع كيس، ما يحتاج قبل تربط يشتغل يغذي ماذر بورد يغذي. طبعا اكو طريقتين هنا الفتح. اكو هارد يجي من فوق او من جوا تقريبا، القبق ينشلع وتفلت الهارد. والطريقة الثانية لنفس الطريقة الهارد مالتي، تفلت القبق من هنا تلقى الهارد، تلقى بري دقيقة خلي فتحه حتى اوضح لكم اكثر. من هنا انفتح. طبعا هي يمكن اكو فتحة من فوق والله، اي والله ياها. نفتح البر من هنا طبيعي ونسحبه مثل ما واضح دقيقة. طبعا نحتاج حاسوب للملاحظة كلش، يعني كلش نحتاج الحاسوب. نسحب هسه الهارد. هذا عندك حاسوب هارد مال حاسوب العادي الصغير. واكو النوع الثاني قلنا كم يجي حاسوب مال بي سي، طبعا 40 جيجا يعطونا يعني على قد الهارد كذا عنده هارد خارجي. المهم نربط الهارد على الحاسوب. فهنا هذا الهارد الثاني يحتاج لتغذية. طبعا هي شاحنة الصاصور القديمة 5 فولت تحتاج ضروري طبعا تغذي منا بيها، أو تغذي بيها الهارد مال البي سي الكبير أكون هذا يصير. هسه نربط شباب على هذا، ما يحتاج هذا بعد ماذر بورد يقدر يغذي مباشرة يغذي طبيعي. هذا ما ربط راح نحول هسه على الحاسوب شبابنا. بما انه حولنا على الحاسوب حاليا، هو على الديسك مانجمنت او دقيقة والله غير الحاسوب هنا، غير الهارد بعد ما قرأ شباب نطول المجال شوية. حلو هسه هو قرأ، هذا قرأ تمام. شبابنا يا مروا على الديسك مانجر ونطب من ديسك مانجمنت العفو، او على البي سي مانج على الستورج من هنا ندخله. نرجع شبابنا. هذا حاليا الهارد قرأ عندك شباب. ضروري تختار MBR ماستر بوت ريكورد، ندوس موافق. نعطيه مجال شوي يحمل طبيعي كما واضح. انلوكتد حاليا طلع. تسوي نيو سيمبل فورم ويزارد. نيكست تقدر تخلي اسم هنا او تبقى كما هو. بالحالتين هو البي سي 3 البلاي ستيشن راح يفرمتها من جديد ويقسم البارتيشنات. خلصنا من القسم الأول، هسه حاليا قراءة. طبعا شبابنا القسم الثاني والمهم، طبعا خلينا نسوي الإخراج من هنا حتى لا يضرب إيجكت. القسم الثالث نحتاج يا أما فلاش يا أما إذا عندك هارد مال ألعاب نفسيته، إذا أنت عندك هارد خارجي. راح تقول شلون أو شنو السبب يعني ليش نحتاجه. راح أقول لك ليش. على مود ننزل التحديث من الموقع الرسمي مال الشركة. شلون أنا أقول لك. هذا عندك حاليا BS3 أبديت. تمام هسه شكلت عندي الهارد الخارجي مال الألعاب، شكلته يعني فلاش شوي فلاشات مستعملة. حاليا جوجل نكتب BS3 أبديت 4.92. هذا الموقع تيج سبورت، أو تريد تنزل من الموقع الرسمي مال بلاي ستيشن بكيفك. ندخل على سوني بلاي ستيشن طبيعي، نزل آخر تحديث بشهر 5 مارس 2025.
سوي داونلود. طبيعي تنزل النظام كما واضح. عدد تنزيلات للنظام 1 مليون، ما انتبهت. فنكمل حاليا. ينزل تأكد شباب، تأكدوا من الصيغة وتأكدوا من الاسم كما واضح، لا تزغرون بي يعني، خلوه كابيتال. ننشأ فولدر نسميه BS3. تمام، تكون الحروف كابيتال. ندخل كذلك داخل الملف ونرجع نسوي فولدر آخر نسميه أبديت، شرط حروف كبيرة. إذا ما سووا هالشفرة ما راح يقرأ بالجهاز. نرجع ننقل هذا الملف إلى داخل BS3، العفو إلى داخل الأبديت، العفو إلى داخل الأبديت. كوبي، العفو باست. نرجع حاليا هذا موجود النسخة. طبعا أنا ما أحتاج النسخة، أنسخ بس هذا الملف الجوال لأن أنا مكمل التقسيم، لأن كنت مخلي بي كاستم هاك جلبرك. هذا الملفات جلبرك. إذا شفت يعني هواي يريدون فسوى لي فيديو بعدين شلون تهكير وعمل جلبرك للبي اس ستيشن 3. مثل ما واضح شبابنا عندك هنا BS3. طبعا سبحان الله الهارد مشتري من واحد لحد الآن بلا اسمه. أبديت BS3 أبديت. شوفوا الاسم يا شباب، هذا راح امسحه. نجي كوبي. طبعا شباب هذه النسخة اللي مسحتها من الساعة مالها هاك، طبعا مو ذاك الجلبرك. هسه راح نسخ النسخة الأساسية، التحديث الأساسي مال الشركة كما هو واضح أمامكم. قاعد امسحه. هاي كمل التحديث طبيعي. نطلع هسه شباب بدنا نحول على أوريكم شلون تثبتون التحديث. طبعا شبابنا كملنا الهارد، طبعنا البراغ مالته، نرجع نشكل هنا نكبسه. طبعا شبابنا التحديث يتوفر بطريقتين كذلك. بما انه احنا من الساعة كانت الريكفر مود بيه مشكلة، حاليا الريكفر مود راح يتصلح. شلون هسه راح اوضح لكم. قلت لك عندك طريقتين لتثبيت النظام. تمام، اول شي اذا تخلي فلاش يكون شرط مسوي بتنسيق في فات 32 وتخلي بيه بس ملف الابديت، يعني BS3 ابديت تنقل الملف داخله. الطريقة الثانية طبعا شوفوا، خل ارجع اوضح لكم اياه افضل. هسه انا عندي هارد حاليا. تمام، فالطريقتين يا اما الشكل مباشرة وتضغط دوسة وحدة راح يشتغل مباشرة يقسم لك ويضبط لك، او الطريقة الثانية نظل ضاغطين على الدقمة لما يطلع صوت. شوف هاي يشتغل حاليا، نظل ضاغطين لما يطفي. حاليا هاي الطريقة طفي، نرفع يدنا نرجع هسه نظل ضاغطين لما نسمع طقتين صوت راح يطلع 0 2. اصبر اعطي مجال حتى ندخل وضع ريكفر مود. طلع صوتين واخذنا قبل مباشرة توخذ اذا ضل الضغط يلغي المود. هسه حاليا بس طول مجال يحمل شوي شبابنا. حاليا هسه المرحلة الثالثة شكل الكيبل كنترولر على المباشر اللي ما يشتغل. نظل BSC يشتغل BSC 3 العفو. عندك الستار سيستم مالك بيه مباشرة تروح إلى سيستم أبديت، تضغط اكس. ده يقول لك كونكت ستورج ميديا ذات كونتين، خلي الفلاشة يكون شرط تحتوي تحديث 4.91 فأعلى. ايش تسوي شبابنا حتى يعني راح يمر بعدة مراحل. راح يقول لك تم تثبت حاليا، راح يتفرمت الهارد، يعني اصلا ما محذفين. نضغط على السلكت والستارت سوية على مود نوافق. نضغط عليه حاليا تشيكينج بليز ويت. حاليا قاعد يتحقق من الملف طبيعي، انتظر شوية شبابنا. حاليا شباب راح يطلب منك الفورمات. ليش؟ على مود ينزل التحديثات، العفو على مود يرجع يقسم البارتيشن. حال اللينكس او الويندوز راح ينشأ له قسم مثلا البوت /AFI وغيرها. هنا كذلك بس هو راح يقسمه حسب ملفاته BS3 BS جيم العفو جيمز ESO العاب ESO تجي بصيغة ESO اتذكر. يقول لك هنا the system partition of the system storage will be formatting during the format operation. كذلك نضغط على select والstart سوية، نضغط عليهم سوية لمدة 5 ثواني ونعطيه مجال على ما يحمل من جديد، يفصل عفو. نعطيه مجال شوي شبابنا. فحاليا راح يجي مرحلة الفورمات للهارد.
حاليا ما حطيت فورماتنج، تقول لك لا طفي الجهاز حاليا، لأن إذا طفيت لا ما ترجع من جديد، وما شاء الله مشكلة الكهرباء مصيبة. الحمد لله على كل حال. طبعا ننتظر يا شباب لما ما يوصل إلى 100 راح أوقف الفيديو حتى شوي يقل التسجيل. حاليا أعتقد وصل 14 دقيقة التصوير، يعني راح يوصل 14 دقيقة، هي شي 15. طبعا شباب مثل ما قلنا لكم انه سبب ضرب يعني البي سي هيك وضرب حتى ما يدخل وضع الريكفري هو بسبب طفاء الكهرباء هو يحدث. طبعا دا يقول لك التحديث حاليا فيرجن 4.92، ذا هايدوس بزر البي سي على مود يكمل يحدث. ضغط نزل البي سي وننتظر تشيكينج فور ابديت داتا بليز ويت، انتظر شوية. حاليا هو كمل تقسيم البارتيشنات الخاصة بالبي سي، عفوا البلاي ستيشن 5. نعطيه مجال شوي شبابنا. تشيكينج فور الابديت داتا تمام. حاليا هاي ما شروط وغيرها الى اخره من الامور. ندوس اتجاه ايمن على مود على التالي، نقول له اكسبت، ندوس الايمن دونوت يقول لك عاد حدث لا تطفي الجهاز، دوس اكس على مود يكمل التحديث. دا يقول لك انتظرنا على ما نكمل التحديث، راح الجهاز تلقائيا يسوي عادة تشغيل ورا ما يكمل. شباب حاليا كملنا، يعني الجهاز اشتغل طبيعي، حتى التنصيب مال الجهاز حتى يرجع يشتغل 100 بإذن الله. نختار اللغة يونايتد ستيت، يقول لك اكتشفنا من ال HDMI متصل، تريد يعني تضبط الإخراج عليه والصوت، نقول له يس. راح يقول لك هل أنت متأكد يعني هاي الدقة 180 عفوا 1080، نقول له يس، صورة واضحة وكبيرة وهالسوالف. كورنت اوسيليشن حلو. حاليا التايم زون نختار GMT 3+3 اللي هي على بغداد، موسكو بغداد، هذا حلو. طبعا شباب اتأكدوا من تضبطون التاريخ رجاء، لأن يسبب مشاكل. اضبط التاريخ هسه وبعدين لاحقا نضبط الوقت وهاي غيرها على النت. حاليا بس الزرقاء 25 شهر السابع يوم الاثنين احنا حاليا، طبينا 3 طبعا لحد الآن ما عرفوا الفيديو. تمام ندوس ستارت على مود يكمل. يوزر راح اسميه جورا لأن هذا اسمي بكل مكان. هاي جورا، مسح كي دبل او نرجع نطيار وبعد بس اي. طبعا شلبت لنا الار ما اختارت. حاليا اي، دوس لستارت. هاي كمل، دوس اتجاه سيتين ليست كله صحيح حاليا. جو على يوزر نيم بيس اكس نيكست. يقول لك حاليا لا تضبط الشبكة، دوس لدائرة حتى ما يضبط الشبكة بعدين لين احضر ينزل ويحدث والامور. طبعا دست اكس يمكن بخطأ، اكس دوس دائرة كانسلت. كانسل يا معود، هاي من يتشلب عليك يابا كانسل. اي ما الشبكة يس. حلو شباب، هسه الحمد لله حاليا البي اس 3 البلاي ستيشن 3 كمل واشتغل كما واضح امامكم. بي اس 3 بلاي ستيشن جيمز ما اعرف شنو الانترنت، اروح سويا سيتنج كما واضح امامكم كله شغال 100. على السيتنج سيستم سيتنج هنا. هاي طبعا سوى اوف تحديث تلقائي حتى ما يضرب لاحقا، حتى من تتحدث بي اس سي ما الاسم هذا الى اخره. وهنا سيستم انفورميشن، عفوا سيستم انفورميشن مثل ما واضح امامكم فيرجن 4.92، باقي في سبيس 11. طبعا شباب شكرا للمشاهدة، واعذرونا صح الفيديو طول، بس هاي بعد يعني لازم حتى تطبقون عليه